وسامح الله دوك الناس تيكتبوا في لي كومونتير ها هو دخل السياسه، ها هو غيدير سيدي غيكونوا هانين، راه لا علاقه هذه بالسياسه. كي كانوا الاجواء في البلاطو؟ الاجواء كانت واعره. تمتعنا بزاف وحنا كنصوروا هذا الفيلم هذا، وخصوصا كانت عندي تجربه جديده. ديجا لعبت جوج ديال الاعمال سينمائيه، لكن هذا العمل هذا كان متميز بزاف، كانت عندي مساحه اكثر، كانوا ممثلين اللي كنحترمهم، وحتى الاجواء ديال العمل كنا بحال الخوت فاهمين، كلشي داز بخير وعلى خير، وكانت بالنسبه لي تجربه متميزه في حياتي. الا كنتي تختار تكمل في الويب ولا في السينما شنو تختار؟ وهو سؤال صعيب يعني انا الويب، انا مشيت للويب حيت ما لقيتش فرصه في التلفزيون، ما لقيتش في السينما، فدائما انا في الانترفيو ديالي كنقول انا ماشي مؤثر، لكن انا فنان عندي تكوين في التمثيل في المسرح وكذلك في الاخراج. توجهت للويب باش نخرج الموهبه ديالي وشنو كنعرف ندير فنيا، والحمد لله الاعمال ديالي كلها لقات نجاح. لكن الا كنت مضطر انني نختار فاكيد غادي نختار السينما. شنو الراي ديالك في الشوا ديال المخرج انه يختار وجوه جديده بلاصه دي تيت دافيش؟ وبصراحة أنا كنحيي السي يوسف مدخر وليكيب تكنيك وحتى لا برود على هاد المغامرة، لأن هذه مغامرة يعني باش نجيبوا ناس اللي يعني وجوه شابة وجوه جديدة ونلقوهم مع وجوه اللي معروفة، فهذه تحسب للسي يوسف، لأن بزاف ديال الناس كيراهنوا على وجوه معروفة باش يمشي الفيلم مزيان، باش يتباع، باش يلقى نجاح. لكن هذه المغامرة هذه ممكن تصنع لنا نجوم جداد، فكيفاش غادي نصنعوا نجوم بينا ما درناش بحال هذه المغامرة هذه؟ اجي بعدا، واش بصح دخلتي شي حزب؟ هو كان لقاء مع السيد وزير الثقافة، كان لقاء مع الشباب، فمشيت كشاب فنان باش غنتلاقى مع الوزير. ربما المكان ما عجبش بعض الناس، والناس اعتقدوا على انني تحزبت وانني غادي نولي برلماني. الناس راه صافي شراو لي الطوموبيل ودخلوني البرلمان وداروني انني وليت سياسي. هو مجرد كان لقاء بسيط مع السيد الوزير. فيلم الزاز نهار 5 نوفمبر في القاعات السينمائية.